هو ده الدراجون، هو ده الجمال. احلى شجرة فاكهة انا شفتها. دراجون عطاءة بتدينا يا جماعة تزهير وعقد باستمرار من شهر 6 لحد شهر 12. ما بيطلعش انتاجها مرة واحدة زي بقية اصناف الفاكهة وما تبقاش عارف توديها فين. لا، ده انت كل اسبوعين تلاتة بتطلع لك كمية تعرف تتصرف فيها، تعرف تبيعها بسعر كويس. لو عايز تخزنها خزنها قبل التخزين، تقعد معاك لحد شهر في التلاجة ما بيحصل لهاش حاجة. فوقت ما يكون عندك السوق السعر مش كويس، انت ممكن تخلي السعر يبقى كويس عن طريق ان انت تخزنها في التلاجة. ادي الدراجون يا جماعة وجمال الدراجون. المزرعة اللي احنا فيها النهاردة بسم الله ما شاء الله عليها انتاج غزير، ودي الجامعة رقم 5. وادي الجيل السادس بتاعها، وادي الجيل السابع بتاعها اهو معانا، ولسه كمان في جيل تامن طالع معانا. ادي الجمال. بص يا جماعة المنظر ده، بصوا ادي 1 2 3 4 في دراع واحد، وكل زهرة اجمل من الزهرة اللي جنبيها. 5 كمان، ادي 5 زهرات ورا بعضيهم في دراع واحد. طبعا احنا مش هنخلي 5 زهرات دي ولا حاجة، احنا بنشيل وبنخلي حباية واحدة بس في الاخر. ادي يا جماعة الدراجون وجماله زي ما انتم شايفين. انا هقول لكم بصوا على الشجرة الجميلة ديت، يا سلام يا سلام يا سلام. حب، تعالوا نلف الشجرة دي كلها مع بعضينا كده واحدة واحدة. تزهير عقد عقد، تزهير عقد عقد، بندات اهو. معلش انا بعتذر شوية عن الشمس عشان انا جاي في وقت شمس شوية اهو. اهو بحاول اضلل بس على الشمس اهو. تزهير عقد، انا لسه في نفس الشجرة يا جماعة، لسه في نفس الشجرة. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شجرة واحدة بس يا جماعة فيها كمية انتاج ممكن تكون موجودة في 10 شجرات بره. حاجة في منتهى الجمال اهو يا جماعة. الناس اللي بتقول ان الدراجون انتاجه خفيف، لا، طول ما انت مختار صنف كويس، طول ما انت بتسمد كويس، بتروي كويس، عامل تغطية مظبوطة، زارع من الاساس من شتلات وعقل انت واثق فيها وعارف مصدرها كويس قوي، انت خلاص كده في الامان. اما الناس اللي بتزرع وبعد كده تلاقي الانتاج ضعيف، الانتاج فيه مشاكل، الكلام زي كده، يا اما هو مش بيشغال على برنامج مظبوط، يا اما جايب شتلات من اصول مجهولة الهوية او من اصناف مش كويسة. فمهما عملت فيها من برنامج تسميد وري وتغطية مش هيديك برضو العائد او المردود اللي انت عايزه. اهم حاجة يا جماعة بكررها للمرة المليون، اهم حاجة في مشروع الدراجون فروت اختيار الصنف. اوعى تشتري شتلة، اوعى تشتري عقلة الا لما تكون شايفها في المزرعة بتاعتها وان هي امها منتجة واتاخدت شتلات منها. محدش يشتري من مشتل، يشتري من مزرعة، مزرعة زي كده منتجة وشايفها، اقول له اه عايز عقل من ديت، عايز شتلات من ديت. لكن تروح تاخد من مشتل وتزرع وبعد كده تلاقي بعد سنتين 3 4 الزرع بتاعك مش بالمستوى دوت، ده مش عيب منك ولا عيب من اي حاجة، ده عيب من الشتلة ومن الاصول اللي موجودة عندك. وللأسف دي ما بيبقاش لها علاج، مهما عملت من تسميد وري ومكافحة وتغطية مش هيديك المرجو. ممكن يديك احسن ما موجود في الصنف، بس هو الصنف بطبعه يا اما عقيم، يا اما انتاجه خفيف، يا اما احجامه ما بيحجمش، ففي كل الاحوال انت هتبقى خسران. اما بالمنظر اللي احنا شايفينه دوت اهو قدامك اهو، شجر عشوائي واحنا ماشيين عشوائي طبعا اهو. تزهير وعقد وبندات وجمع وكل حاجة، كل حاجة الشجرة مدياها. عقد شغال، تزهير شغال، بندات شغال، خرج جديد شغال، جمع لسه مخلصين جمع. طبعا الحاجات ديت اللي هي فلتت منهم في الجمع، لكن كل حاجة موجودة على الشجر. ده هيتجمع في خلال اسبوع، وده هيتجمع في خلال 3 4 اسابيع، واللي لسه بندات ده هيتجمع بعد 40 يوم. يعني طول ما انت ماشي الشجرة عمالة تجيب فلوس، طول ما انت ماشي الشجرة عمالة تجيب فلوس. طيب انا بقى اخدت اصول وشتلات مش كويسة،
خدت اصول وشتلات مش كويسة هتفضل تدفع فلوس، هتفضل تدفع فلوس وفي الاخر مش هيبقى فيه مردود. هيجيلك المردود منين؟ مش هيجيلك مردود، لان كده كده الانتاج بتاعك هيبقى ضعيف، حجمه صغير، يا اما اساسا العقل مش احسن حاجة. اهو حتى الشتلات اللي لسه مزروعة ما بلهاش سنتين تلاتة اهي، ادي المنظر قدامنا اهو يا جماعة. حاجة بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله عليها. هقولها مرة واتنين وتلاتة واربعة وخمسة، اهم حاجة في الدراجون يا جماعة الاصول. اعرف الاصول بتاعتك ايه وجايبها منين، وتكون من ام منتجة شفتها بعينك قبل ما تشتغل في صنف بعد كده يعذبك. الشغل اللي انا شغالينه ده طبعا انتوا كلكم عارفين ان انا اكتر حاجة بحبها الابيض الهروبة. زي ما انتوا شايفين ده الابيض الهروبة اهو، الابيض الهروبة ده اكتر صنف انا بحبه في الابيض. وبعديها الاحمر الجودزيلا والاصفر الايزس، هما دول التلات اصناف اللي تقريبا بشتغل فيهم، ما بحبش اطلع براهم كتير. في اصناف تانية حلوة كتير بس هما دول اكتر تلاتة انا شايفهم كويسين وانا راضي بيهم وشغال بيهم ومبسوط بيهم.